مع الهيئه التنفيذيه اللجنه التنفيذيه الحاليه بكل عناصرها خدمه صباح وعشيه ونهار الأحد وحتى في الصباح في كل معناها ليالي رمضان. حبينا في اللقاء هذا الاعلامي انه نقدموا برنامج نهائي لصفاقس عاصمه الثقافه العربيه. الحقيقه قلبي يدق لانه هذه لحظه تاريخيه بالنسبه لنا، لانه لحظه تاريخيه انه نقدم جهه صفاقس بكل يعني تقريبا شرائح المجتمع المدني وكل الهياكل الموجوده في صفاقس ساهمت من بعيد ولا من قريب في اعداد البرنامج هذايا. حبيت نشكر كل اللجان اللي اشتغلت في مده تقريبا وجيزه لاعداد مشروع ثقافي لجهه صفاقس. المشروع هذايا سيسوق له عالميا وعربيا ووطنيا. المشروع هذايا مش يمكن يشبهنا احنا، يشبه جهه صفاقس اللي فيها فعل ثقافي ممتد من يعني من الصغيره لصفاقس المدينه، من جبنيانه لصفاقس المدينه، من قرطنه لصفاقس المدينه الى كل معتمديات صفاقس. البرنامج اللي مش نقدموه لكم هو برنامج يشمل كل المعتمديات في خلفيه ثقافيه معناها اشتغلنا عليها احنا الوحيدين من بين البلدان العربيه الكل اللي اعتبرت تقريبا مع احتراماتنا لها اعتبرت انه تظاهرات المدن العربيه هي مهرجانات. احنا اعتبرناها مهرجانات نعم، لكن اعتبرناها رؤيه ثقافيه وعمق ثقافي يمتد في يعني كل يعني المعتمديات يمتد في كل يعني ثنايا هذه الجهه اللي فيها تاريخ ابداعي كبير، الجهه اللي معناها اعطت ونورت على تونس بمبدعينها في كل المجالات الموسيقيه والمسرحيه والفن التشكيلي وغيرها. اذا برنامجنا هو من صلب يعني رحم هذه الجهه، من صلب يعني عمل ابناء الجهه. الافتتاح في نهار 23 جويلية هو يعني مراهنه على الابداع الجهوي، الابداع اللي ابناء جهه صفاقس من فنانين ومبدعين ومن زاد تقنيين ومن حتى يعني مختصين في الاتصال وغيرها. لكن ما يعنيش هذايا انه باش يكون حكر كان على ابناء جهه صفاقس. هي تظاهره وطنيه، تونس الكل ستحتفي بصفاقس، تونس الكل معناها مش تكون صفاقس بين عينيها، ستتجلى صفاقس في البلدان العربيه، ستحتضن صفاقس العديد من التظاهرات العربيه وحتى العالميه. احنا سنحتفي بصفاقس اللي كما سميناها قصه النجاحات. ان شاء الله تقديم البرنامج باش ينال اعجابكم، وان شاء الله زاد كيف مع بعضنا نقدروا انه ننفذوه في حله تليق بهذه الولايه. حبيت في الاخر نشكر كل من ساهم معنا في هذه التظاهره، كل من قدم يعني المساعده من اجل يعني انجاح الفقرات اللي معناها صارت، واللي مش يقدم المساعده من اجل انه ننفذ البرنامج صفاقس عاصمه للثقافه العربيه. الاعلاميين اللي موجودين معنا الكل احنا نعرفوا محبتهم للجهه، محبتهم للتظاهره، معنى ايمانهم بالقدرات الذاتيه والموضوعيه لابناء الجهه. نطلبوا انه يكونوا مساندين لنا، انه يدفعوا يعني نحو معناها المساهمه في اشعاع هذه التظاهره حتى لا تكون صفاقس حامله لارث اللي عرفت التظاهره في بدايتها، عرفت الهيئات في بدايتها، حتى تكون صفاقس مناره عالميه، وحتى نعتز بكل ما سنقوم به في هذه التظاهره. الاعلام هو شريك للثقافه وهو شريك فاعل وشريك رئيسي في تنظيم تظاهره صفاقس عاصمه للثقافه العربيه. ونشكر كل الاذاعات يعني القنوات التلفزيونيه اللي دخلت معنا